مشكلة ناس كتير ان هي لما بتيجي تعالج تصبغات او اي هايبر بيجمنتيشن بتحصل في الجلد او اي اسمرار بيحصل في البشرة، ان هي ممكن تختار المنتج الغلط او حاجة مش مناسبة مع نوع التصبغات اللي بتحصل. وده طبعا ممكن يعمل نتيجة عكسية، ممكن يزيد من الاسمرار واكسدة البشرة، وكمان ممكن ما يجيبش النتيجة اللي احنا عايزينها، او حتى لو فتح تفتيح فوري بنرجع نلاقي المشكلة حصلت تاني. طب ليه كل ده بيحصل؟ اولا لان احنا مش بنبقى عارفين السبب وعارفين النوع عشان نختار العلاج الصح والماده الفعاله المظبوطه اللي تمشي مع الحاله بتاعتنا. يلا بينا نعرف اكتر عن موضوع الاسمرار وتصبغات البشره. انا دكتور منصوره العزومي، دكتوره صيدلانيه، اخصائيه تركيبات بشره وشعر وتغذيه علاجيه. يلا بينا. مبدئيا كده عشان نعرف نحدد نوع التصبغات اللي بيبقى موجود في البشره في اي مكان في الجسم، لازم الاول نكون عارفين شويه اساسيات كده على اساسها هنحدد كام حاجه. احنا عندنا الجلد بتاعنا بيبقى عباره عن طبقات. الطبقه الاولى وهي الابيديرمس بيبقى في اخرها في صف كده خلايا بنسميه خلايا الميلانوسايت، موجوده في لاير او طبقه في اخر الابيديرمس. خلايا الميلانوسايت هي بتطلع لنا الميلانين او الماده المسؤوله عن لون الجلد، ودي طبعا بتختلف من شخص للتاني على حسب الجينات بتاعته وعلى حسب نوع كل شخص. وعندنا طبعا الماده دي بتطلع ان هي بتحمي الجلد من اشعه الشمس، وبتحميه كمان من عرضه لامراض كتيره منها السرطانات، وكمان التصبغات اللي بتحصل دي بتكون بسببها. بلس كمان ان احنا عندنا ماده الميلانين دي بتكون طبعا موحده توتالي على كل السكين بتاع الجسم كله، يعني لون البشره بتاعه الجسم بتكون كلها واحده، بمعنى ان لون جسم البني ادم بيكون كله موحد. طب ايه بقى التصبغات اللي احنا بنشوفها في مناطق معينه؟ ده على حسب العوامل اللي بتاثر لي على المنطقه وبتضغط على خلايا الميلانوسايت ان هي تطلع لنا ميلانين اكتر وتصبغ المكان. زي مثلا الفرق اللي بنشوفه في الصيف والشتاء، بنلاقي حدود مكان الطرحه، او حتى الناس اللي بتلبس بنص كم بنلاقي فيه حدود، او ايا كان بقى نوع الستايل بتاعها. تبدا تشوف الفروقات دي على حسب الاسترس او العامل اللي هو اثر لي على خلايا الميلانوسايت. تمام؟ طيب انا هنا هبدا احدد العلاج بتاعي ازاي لو انا ظهر في تصبغات او في اي هايبر بيجمنتيشن وميلانين زياده وشفت طبعا اسمرار في البشره في اي مكان. اول حاجه لازم نحدد النوع. النوع هنا عندنا انواع التصبغات، وهو اول نوع معانا وهو التصبغ السطحي او التصبغ المؤقت، يعني حاجه بتكون سببها عامل خارجي من بره هو اللي عمل لنا المشكله دي. وانس انك بعدت عن العامل او الحاجه المؤثرات دي، بيبدا الجسم يرجع لطبيعته تاني واللون يرجع طبيعي تاني، او ان احنا ممكن نستخدم حاجات تفتيح عادي ليها. ده بيبقى حاجه سطحيه، ممكن لما حد يتعرض للشمس، او حد مثلا ممكن بيستعمل مقشرات كتيره جدا، او روتين غلط في البشره. كل الحاجات دي ممكن هي اللي تعمل موضوع التصبغات اللي هي المؤقته او الاسمرار المؤقت، زي برضو اللي بنشوفه ما بين فرق الصيف والشتاء وبيروح لوحده لو حد طبعا ما جاش جنبه. تاني حاجه من الانواع وهو ممكن يكون السبب هرمونال، يعني حاجه من جوه، مشكله في الهرمونات نفسها من جوه. ممكن مثلا اثناء البريجننت او اثناء الست لما تكون حامل طبعا بيظهر حاجه اسمها النوع التصبغات اللي بتظهر بنسميها الميلازما. الميلازما عباره عن كلف الحمل، وده طبعا بيظهر نتيجه التغيرات الهرمونيه، او حتى حد بياخد موانع حمل طبعا مسببه له موضوع الهرمونال تشينجز، او اثناء البابارتي او البلوغ او البيريود او اللي هي الدوره الشهريه. كل دي ممكن تكون اسباب من جوه. طيب النوع الثالث هو ان ممكن الحقيقه هنا بنسميها تسريب لخلايا الميلانوسايت للميلانين، ويبدا الميلانين بيطلع عندنا من خلايا الميلانوسايت وبيتعمق في اللايرز اللي تحت بقى الابيديرمس، ويبدا يخش فيها، بيدينا شكل نقط غامقه او شكل الوشم. ده بيكون تسريب من الميلانوسايت لماده الميلانين. هنا بقى مش بينفع معاه اي علاجات خالص الحقيقه، يعني عشان اكون صريحه معاكم، وده بيحتاج طبعا يا اما ليزر يا اما تجميل جراحي، ومفيش اي منتج هيجيب لك نتيجه خالص. وحتى لو حاجه جابت نتيجه بتكون فوري، وطبعا وانس انك مسحت الميلانين اللي موجود على السيرفس او السكين من فوق من على الابيديرمس وفتحت تفتيح فوري، هيبدا يرجع تاني لانك ما قفلتش الاساس بتاعك. طيب احنا بقى نعالج ازاي؟
مبدئيا قبل فكره العلاج لازم نكون عارفين ان في اكسده للبشره بتحصل، كلنا بتحصل لنا اكسده للبشره، وانا قاعده قدام الاضاءه دلوقتي بتحصل لي اكسده لبشرتي عادي، وانا في الشمس بتحصل لي اكسده. مش لازم الاكسده تحصل من الشمس بس، لا، في اكسده كمان بتحصل من الاضاءات اللي حوالينا، اضاءات الشوارع والانديه والمصابيح، او الاضاءات اللي بتبقى في صالات الملاعب او في الشوارع. الحاجات دي كلها ممكن تكون عرضه ان هي تاكسد لك البشره بتاعتك. طب بتاكسد البشره ليه؟ احنا عندنا البشره بتطلع حاجه بنسميها السيبوم او الاويلز او الزيوت الصحيه اللي بتطلعها لنا البشره دي عشان تحمي البشره وتريجوليت البي اتش بتاعه البشره، وتحافظ لنا طبعا على الجوده الطبيعيه بتاعه البشره من اي بكتيريا غريبه، وكمان بتحمينا من اشعه الشمس. وانس ان الاويلز او الزيوت دي تراكمت او السيبم ده تراكم في البورز بتاعه البشره او في مسامات البشره، تبدا الاشعه تقع عليها، اشعه شمس، اشعه جايه من اضاءه معينه بتقع عليها وتعمل لها اكسده، بينتج عنها فري راديكالز. الفري راديكالز دي بتعمل اوكسيديتيف ستريس على البشره، وبيبدا يغمق المكان اللي بيبدا تتسلط عليه الاشعه او المكان اللي بتزيد فيه الزيوت. تمام. وخصوصا طبعا ده بيبان في البشره الدهنيه، والموضوع طبعا لو اتساب معاهم او ما اتخدش اكشن ضد الموضوع بيبدا يتطور معاهم لحبوب في البشره، او حتى رؤوس سوداء بتبدا بعد كده ان هي تنتقل لحبوب. طيب انا امشي ازاي او اعالج الموضوع ده ازاي؟ مبدئيا واهم حاجه في موضوع العلاج وهي التغذيه السليمه، ان احنا دايما بناخد حاجات فيها انتي اوكسيدنت او مضادات اكسده. تاني حاجه وهي الروتين السليم. الروتين السليم معناها ان انا اغسل وشي كويس، انضف وشي من اي شوايب، من اي ديرز موجوده او اويلز موجوده على البشره، وبعد ما اغسل وشي بقفل المسامات بتاعتي بحاجه ليها استرنجنت افكت او تونر مناسب للبشره. ونخلي بالنا تكون حاجه مش بتعمل تحسس للبشره. في ناس بتتحسس من حاجات معينه بميه الورد، بالخل، بالحاجات اللي هي بيروحوا يقفلوا بيها، ودي طبعا بتحسس البشره. احنا نستعمل حاجه مناسبه للبشره بحيث ان احنا نقفل المسامات ونفضل محافظين برده على نضاره البشره. بعد ما بنستعمل التونر بتاعنا، من ضمن الروتين طبعا احنا بنحب نرطب البشره بتاعتنا، وما ننساش الصن بلوك المناسب لنوع البشره. وبرده كذلك نفس الامر البرودكت او المنتجات اللي انا هحطها، الحاجات بتاعه الميك اب او حاجات التجميل، بنختار حاجات اويل فري او بنختار حاجات ما فيهاش زبد وشموع او زيوت كتيره جدا. بنختار طبعا حاجات اوريجينال طبيعيه ما فيهاش زيوت كتيره جدا عشان خاطر ما تسدلناش المسامات. يعني احنا برده بنحافظ على المسامات ان هي ما تطلعش اويلز او تطلع حاجه تاكسد للبشره او يحصل اكسده للبشره، وبنيجي احنا من بره نحط لها حاجه فيها اويلز او فيها مشاكل بتعمل لنا مشاكل اكتر للبشره. دي اهم نقطتين طبعا لازم نكون عارفينهم. ثالث حاجه وهي موضوع العلاج. العلاج هنا طبعا في اللي هو السطحي او الهايبر بيجمنتيشن او التصبغ السطحي اللي هو المؤقت، مثلا من الشمس، من الصيف، ناس راحت مصيف او كده، ممكن العلاج بتاعهم يكون باي حاجه بقى احماض، يعني مثلا اي حاجه اخرها اسيد او حمض اللي هي الجوجيك اسيد، وعندنا برده الفيتامين سي، ليكوريش العرقسوس، والحاجات اللي هي بتبقى طبعا المنتجات اللي هي التفتيح الفوري اللي فيها زنك اوكسيد والتيتانيوم والحاجات دي كلها. تاني حاجه عندنا لو كان التصبغ هرمونال او من جوه، بنشوف المشكله ايه وبنعالجها، وبعد كده بنبدا نعالج معاها. موضوع طبعا بيبقى عنيف شويه، ممكن يكون في كيميكال بيلينج او تقشير قوي شويه على البشره لو كان مثلا زي كلف الحمل او الملازمه. ثالث حاجه وهو النوع الاخير اللي قلت لكم طبعا ملهوش اي كريمات تفتيح، ولو كان ليه بيبقى حاجه بشكل مؤقت، مش حاجه هتشيل لي التصبغ وخلاص على كده ما عادش ان انا هرجع لمنطقه الاسمرار دي تاني او نقطه الاسمرار دي تاني. ده كده ببساطه موضوع الهايبر بيجمنتيشن او انواع الاسمرار. احنا بنحدد النوع وعلى اساسه احنا بنختار المنتج الخاص بينا او اللي يناسبنا، وكمان كل منتج بيكون فيه نسبه ترطيب معينه بتمشي مع نوع البشره بتاعتنا. دي حاجه مهمه جدا بيغفل عنها الكثير. طبعا هسيب لكم لينك صفحه تحت بتهتم بالموضوع ده، بموضوع ان احنا ندي البرودكت اللي خاص بكل بشره مع نسبه المرطبات وكمان الحاجات اللي مش بتحسس، ونبدا طبعا نتابع مع الحاله لحد طبعا ما نوصلها للنتيجه المرضيه اللي هي تحبها. اتمنى تسيبوا لي كومنتات تحت تقولوا لي رايكم، وشكرا.